بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم البنات. وش راكم وش حوالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. فيديو جديد ونهار جديد. شوفوا البنات، جبت لكم وصفة هايلة، وصفة البرغل التركي بطريقتي ويجيب لنا على بنا. والوصفة الثانية مرقز صنع منزلي. تبعوا الفيديو الأخير وإن شاء الله راح تستفادوا. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا كامل على النبي صلى الله عليه وسلم ونبداو على بركة الله. شوفوا البنات، راح نقول لكم برك على المرقز. أنا حطيت روحي نصور ما صورتوش الحشو تاعو، بإذن الله إن شاء الله المرة الجاية نشارك معاكم الحشو بالتفصيل. نبداو هنا على بركة الله. بسم الله. هنا نشارك معاكم البنات البرغل يجي هايل. يجيب لنا على بنا، ونشارك معكم الوصفة بالتفصيل. تبعوا معايا يعني الوصفة بالتفصيل. شوفوا البنات، هنا عندي زوز مغارف تاع زيت. اللحم تاعي راهو مشحم، زوز مغارف تاع زيت، رغيف تاع اللحم مخروف. نجيبوا البنات البصل، هنا عندنا بصل مقطع مع الثوم. المهم انا ديما نرحل الثوم تاعي مع البصل وقرنفل الحار، نقلي مليح كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات، كل شيء على القلي، قلوا برك اي اكله تاعكم تجي بنينه على الكيف. شوفوا البنات، لهنا قليت مليح هذاك البصل. المهم كلش مع بعضها، ثم توابل كما شفتوا. انا جبت لهنا السناريه، جبت ثاني طماطم قطعتها، نص مغرف تاع ملح، ونقلبوا البنات مليح. دركا نجيبوا هريسه مع الطماطم المصبره. شوفوا نضيفوا كميه برك، درنا تاع كعب ونزيدوا لها شويه مصبره باه ما تجيش حامضه يعني ياسر، ونخلوها تقلى مليح. هنا درت البصله البنات كما راكم تشوفوا. نزيد نجيب فلفل اسود، فلفل احمر، خاطر المرق تاعنا راح نديروها احمر البنات، لازم نديرو الفلفل الاحمر حار. ثاني نديرو فلفل بكري حلو، ونقلو كلش. نزيد شويه توابل بركه. شوفوا البنات، هذا البرغل ها هو. بعد ما شليته زوج مرات، دركا راح نحطه في الصفايه حتى يصفى من الماء مليح، تسمى شغل نخدو، فهمتوني. وقاعد كي الفريكه غير هو خشين. هذا يعني يطبخوه ترك، في الترك يطبخوه، يديروه يطيبوه على الكيف. انا لقيته الحق تاع ربي، قلت خلينا نشريه ونجربه تراه. المهم دوك من بعد كي طاب لي اللحم والاخر من بعد نضيفو. شوفوا البنات، لهنا اللحم نحيته بعد ما طاب. شوفوا طاب الزبده ها هو. ودركا هاو البرغل تاعنا بعد ما نشف. وهنا الربع، درك نحطو البرغل لهنا في الربع ونخلوه ينشف مدة 7 دقائق 8 دقائق. المهم البنات، لهنا ها هو البرغل تاعي بعد ما شرب هذاك الربع. يشوفوا وش راح نقول لكم، بنا على بنا. جربوها البنات وما كنتش رايحين تندموا. خلاص يجي بنين على الكيف والله. كلاو يعني من وليدات والزوج قالوا لي ماما خوتي زيدي ديريهولنا. المهم وهنا كما راكم تشوفوا، هذا هو المرقاز صنع منزلي ويجيب لنا على بنا يا البنات. الحشو طبعا درت لحم مرحي، درت فيه فلفل اسود، درت فيه فلفل احمر حار، فلفل عكري، درت فيها البنات توابل مرقاز، درت فيه ثوم ربيتها. مهمة البنات، درت شوية طريف تاع زيت ثاني. المهم البنات، معدنوس مجفف، ما ديروش هذيك الخضرة. المهم البنات ما ديروش يعني حشيش كاكا خضر، يعني ديروه مجفف باه يعطيكم بنة على الكيف. ولا هنا بديت نحشي كما راكم تشوفوا. درت اللامبوط ولا المحقن، كل واحد كيفاه يسميه. وبديت البنات نحشي فيهم
ها هما بالعقل برك نتوما باه ما يتفلقولكمش، ما يتحلوش كيما نقولوا حنا، ونضغطوا كيما هكا وهو يمشي نورمال هذاك الحشو. شوفوا البنات انا هنا نمر نخدهم في الخل والقارص، على بالكم يعني هكا المصار يديروا الريحه. المهم ها هما لهنا حشيتهم، ومن بعد نزيد نثقبهم بالابره ولا الاخر باه ما يتحلوش، فهمتوني. المهم البنات، وهنا البنات كما راكم تشوفوا لازم نثقبوها كما راكم تشوفوا بهذه راهي معقمه الابره، ها لازم تثقبوها كما هكا باه ما تتحلش، فهمتوني. ها ودرك البنات ها نحكموها كما هكا ونشوف دقيقه برك لازم تكون قد بعضها هكا، ونديرو في الوسط، خلو فراغ في الوسط. ها شتو الفراغ هذا ندوروه كيما هكا ونزيدو نجيو هنا ها قد الكعبة تاع المرقاز، ها نزيدو نثنو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. ان شاء الله الفيديو يكون اي تسمى الصورة تكون واضحة. نجيبو واحد من هذا ها ندخلوه هنا، شتو البنات. ها ان شاء الله تكون الصورة واضحة بركة. ومن بعد نزيدو نفس الاخرى الطريقة اللي درناها الاولى هكا، ها ندورو برك بالطريقة هذه ونجيبو واحد كيما هذا ندخلوها البنات. ها ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. هكا ها شتو ها هي، نزيدو نجيبو ها شتو هكا ونلهثو هكا، نزيدو ندخلو من هنا هكا البنات، فهمتوني. ها شتو دوك نزيدو لهنا بهذه الطريقة كيما نخلو يعني فراغ بين واحدة والثانية، ومن بعد نزيدو ندخلو كيما راكم تشوفوا. ها المرقاز تاعي انا منحبوش يكون ملون، منكذبش عليكم، نحبو كيما هكا يعني عادي. دوك اللي في المحلات هذوك راهم يديروا يكسروا الصبيغ هذوك، ما نخاف يكونوا مضرين في الصحة. ها شفتوا البنات، ها المرقاز تاعنا حاضر. كي ندير معاكم الوصفة ولازم تثقبوه ها كيما هكا باه من بعد ما يتحلش معاكم حبيباتي. قلت لكم البنات لازم تكون هذه الابره ولا تكون كيما نقولوا حنا معقمه. هاي شتو المهم ثقبوه بالابره قلت لكم تكون نظيفه معقمه. والاخر واش راح نقول لكم البنات، ان شاء الله يكونوا هذا من الوصفات عجبوكم. الغالب ما قعدتش برك قبل هكا باه نبعثهم ظروف، هذا وين كنت بربي بعثته لكم. شوفوا صنع منزلي على كيف على نظافة يديكم، وفي نفس الوقت انا ديما الذبيحة كي نذبحها والاخر نحب ننوع بها، ماشي يعني نجيبها غير في البرمة، فهمتوني. وجابنين على الكيف. ومازال كاين دوك ان شاء الله كاينش نهار نشارك معكم الوصفة كيفاه نطيبوا، يعني نديرو عجة تاع المرقاز. شوفوا كي توصلوا هنا ديروا لي جيم من يديكم الحلوين، فضلا وليس امرا. ما تنسونيش يعني بهذاك الاشتراك وتفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد، وانتظروا مني فيديوهات جديدة ووصفات جديدة ثاني. المهم البنات لازم تتعلموا كلش تاعكم باه تكونوا فخورة في دياركم. واش راح نقول لكم، شوفوا بإذن الله المرة الجاية راح نشارك معاكم تدابير منزلية، نشارك معاكم ثانية وصفات صيفية، بما انه إننا مقبلين على الصيف والسخانة الأخر، لازم تكون يعني أكلات خفيفة ظريفة، فهمتوني. سلايت هيك والأخر. باش راح نقول لكم المهم البنات، واش راح نقول لكم حبيباتي. شوفوا اليامات هذه راح نكثر لكم كما قلت لكم في الوصفات الصيفيه. سلايد شكاكيك هذوكم، المهم حوايج خفيفه وخلاص، احنا نحوسوا ديما على حاجه خفيفه وسهله.
على بالكم باللي السخانة هذه الواحد ما يقدرش يقعد في الكوزينة مع السخانة هذيك وطيب ياسر. لا راح نجيب لكم غير ساهل ان شاء الله، وحاجة خفيفة وحاجة كما نقولوا احنا خاصة الناس المرضى اللي ما يقدروش يوقفوا في الكوزينة. حاجة سهلة وخفيفة ومهم. بإذن الله. شوفوا البنات، المهم ما تنسونيش بالإعجاب وتفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد، وما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه.